جمعية نسميها جمعية المعددين حتى ياخذ الناس حقوقهم. هالناس تاخذ حقوقهم. البيوت مليانة بنات، من يحل مشاكل البنات؟ يحل مشاكلها في الحرام. يجب أن يعرف الجميع أن الزواج هو حل لمسألة العنوسة. ولا المشكلة بعض المشايخ الله يحفظنا وإياهم ما يبغى يزعل الحريم، وإذا جاء في بعض القضايا السياسية ما يبغى يزعل الحكومات، وإذا جينا في بعض القضايا ما يبغى يزعل ما إيش بقى من الدين؟ إيش بقى من الدين؟ يجب أن نقولها بالفم المليان. التعدد اليوم والله أني أرى أنه يجب أن يبدأ به للمرأة وللرجل، بل يجب أن نحث المرأة على القبول بالمعدد وأن نحث الرجل على التعدد. يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. عندك دليل واحد إن هذه الآية نزلت في الأولى؟ إن يكونوا فقراء بيتزوج ثاني يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء في الثالثة يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء في الرابعة يغنيهم الله من فضله. ليش تحطها على الأولى؟ إذا جاي يتزوج قال لي بحل اعرس ما عليك العافية إن شاء الله أمورك تمشي، قال ما عنده فلوس، قال يا رجال يغنيك الله بس أنت عزب. طيب والثانية؟ لا يا أخي ما عندك فلوس إيش تعرس؟ إيش ضيع بنات الناس؟ يا أخي الأولى ضيعنا بنات الناس وعيرتونا أن راتبك 2000 و1005 ثم قلت صبرتوا عليك. خلها تصبر الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الأصل بعد الزواج أن تزداد مودة وتكون الطمأنينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلماذا الآن خلعت المودة والرحمة؟ لماذا انقلب بك الحال يا سيدي؟ إذن وسيم يوسف يرى أن الزواج من الثانية هو خلع للمودة والرحمة. إذن معناها أن الصحابة كلهم خلعوا المودة والرحمة مع زوجاتهم. وسيم يوسف عنده مشكلة، يعتقد أنك إذا تزوجت الثانية طلقت الأولى أو ظلمت الأولى. غير هو مشكلته شكله مو مستوعب، هو شكله ما جرب التعدد، فعنده مشكلة في الفكرة. ومشكلة وسيم يوسف أنه يفكر بعقلية نسائية في مسألة التعدد، ملغي القاعدة. يا أخي أنا إنسان معدد وأرى أن الوضع لا مو مثل ما يتوقع، بل كثير من الزملاء يتكلم على أن الأولى تغلى عنده بعد ما يتزوج الثانية. فليش هذا الكلام النسائي البناتي تريد أن تطبقه على كل الناس اليوم وتجعل من يتزوج من ثانية هو خلع المودة والرحمة؟ هذا كلام معقول؟ هل يعقل أنك تضغط على الناس تمارس هذا الإرهاب الفكري أنكم ترى إذا تزوجتوا أبى أصنفكم على أنكم خلعتوا المودة والرحمة من زوجتكم الأولى؟ هذا كلام غير معقول.